شارك قانوني لحزب النور المحافظة. نسأل حضرتك النهارده متابعة الاستفتاء في المرحلة الثانية بالفيوم، هل بلغتكم عن أي نشاطات، أي مخالفات أو انتهاكات؟ والله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا هنا عاملين غرفة مركزية لمتابعة عملية الاستفتاء في حزب النور من خلال المراقبين والناس المندوبين بتوعنا في مختلف أرجاء المحافظة. لم يتبين للحزب سمة أي مخالفات تؤثر على عملية الاستفتاء أو نتيجة الاستفتاء نفسه. في تم رصد بعض المخالفات لكنها بسيطة وغير جسيمة ولا تستدعي تعطيل عملية الاستفتاء نفسه. هي كل المخالفات انصبت في عملية بطء عملية التصويت، وده نتيجة زيادة عدد المصوتين والناخبين اللي موجودين أمام اللجان. هل لو في أي مشاكل طريقة التعامل معها الحزب بيتعامل معها إزاي؟ والله احنا من خلال الغرفة المركزية في المحافظة بنتعامل من خلال الغرفة المركزية العامة الموجودة بالقاهرة في المقر العام للحزب. بيتم إبلاغ أي مخالفات يتم رصدها للغرفة المركزية العامة، وبنقوم بالتعامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال ذلك. شكرا يا فندم. يا باشا شكرا. أستاذ محمود شعبان، مسؤول التواصل والإحصاء في حملة حزب النور لمتابعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بمحافظة الفيوم، حضرتك من خلال متابعتكم النهارده إيه الأخبار من الاستفتاء؟ والله والحمد لله بفضل الله الامور ماشيه كويسه على ما يرام، واذا كان يعني في مثلا بعض اخطاء بسيطه بتستدرك بفضل الله، والامور ماشيه تمام بفضل الله، مفيش اي مشكله في اي حاجه يعني. الحزب هل ليه مراسلين او مندوبين بيتابعوا العمليه في كل ارجاء المحافظه؟ بفضل الله المراسلين بتاع الحزب موجودين، واللجنه الاعلاميه شغاله كويس جدا وموجودين في جميع المدارس، وبفضل الله ناقلين الامور كويسه جدا يعني. شكرا يا محمود.